ايه حكايه اسامه ابو علي دي كلها؟ هنجيبها من طقطق لسما، كل حاجه عن اسامه ابو علي هنقولها، كل حاجه حصلت في شهر 4 اللي فات. اسامه ابو علي جاله عرض من نادي ريد بول الامريكي، هو من انديه القمه في الدوري الامريكي. العرض كان 6 مليون دولار للنادي الاهلي و4 مليون دولار للاعب. ده كان العرض بتاع نادي ريد بول الامريكي. الاهلي كان لسه قدامه هيلعب كاس العالم للانديه ولسه ما خلصش الدوري، فقال لوسام احنا بص، انت عايز ترحل ما عندناش مشكله، احنا هنخليك تمشي بس بعد كاس العالم للانديه تألق في كاس العالم للانديه واعمل شغل كويس واحنا معاك. انا معاك جدا في الرحيل، ما عندناش مشكله في انك تمشي عن النادي الاهلي، ما عندناش اي مشكله. فوسام قال لك خلاص ماشي يا كابتن، ماشي، انا عايز العب اصلا كاس العالم للانديه، وكاس العالم للانديه هيبقى باترينا كويسه، لو اتألقت وعملت ماتشات كويسه الانديه كلها تتهفت عليا وتجري ورايا بقى وانا نجم كبير وبتاع واقدر اعمل كده. قال لك خلاص ماشي، فالكلام وقف ساعتها ايه لغايه كاس العالم للانديه. جه بقى الكابتن محمد يوسف لما جه مع كابتن عماد النحاس، قال لك بص، اسامه ابو علي ده بدا يشتغل كويس مع كابتن عادل النحاس، لازم نلحقه. اسامه ابو علي كان بياخد في الاهلي 800,000 دولار، فكابتن محمد يوسف قال له احنا هنعدل لك عقدك. وهنا في فرق بين تعديل العقد وتمديد العقد. تعديل العقد ايه؟ يعني اللاعب بنفس عدد السنين زي ما هو، مش هنغير حاجه، لو ناقص له سنه او 2 او 3 ايام ما يكون زي ما هم، بس بدل ما هو كان بياخد 800,000 بقى هياخد 1,100,000 دولار. يعني اكننا كده ايه، بنديله انت راجل كبير ونجم كبير دلوقتي في الفرقه وشايل الفرقه، فاحنا بنراضيك بالبلدي بتاعنا كده، بنراضيك يعني، والدنيا ما تمشي حلاوه، بنراضيك كده ونظبط الدنيا عشان حتى تبقى تلعب وانت مستريح شويه، تحس ان النادي بيقدرك. فالدنيا كانت حلوه قوي كده. الكلام ده حصل قبل ماتش فاركو على طول. اسامه ابو علي خلاص تعدل له عقد وراح سافر فين؟ امريكا، ولعب كاس العالم للانديه. هوبا في اخر ماتش قصاد الاهلي وبورتو جاب هاتريك، والعالم كله بقى يتكلم على اسامه ابو علي وقد ان هو مهاجم جامد وكل الناس اتخانق عليه وكل الكلام ده. هوبا رجعنا بقى في عروض لاسامه ابو علي حلو، بس العروض فين؟ اغلبها عروض شفهيه، وفي عروض من 4 ل5 عروض على ارض الواقع جم بمعدل اسم النادي الاهلي، بس قيمه انتقال الصفقه بالنسبه للنادي الاهلي بتلعب من 3 ل 5 مليون دولار. يعني الانديه عروضها من 3 ل 5 مليون دولار. الاهلي بيتكلم لا، ده انا معايا لاعب نجم كل العالم بيتكلم عنه، هيبقى حاجه كبيره في المستقبل، هبيعه 3 ب 5 مليون دولار. ايه اقل رقم عشان نبدا نفتح كلام كده يا وسام؟ من 8 مليون دولار لغايه فيما فوق. كل ما الرقم يزيد كل ما الدنيا تبقى حلوه. فده كل حاجه. فالاهلي رفض كل العروض اللي جات. احنا يا جدعان عشان نبدا نتكلم كده، نبدا نتكلم من 8 ل 10 مليون دولار، نبدا نتكلم ونتفتح في الموضوع كده ونشوف. وكيل سامي ابو علي كلم كابتن محمد يوسف، طب ايه انتوا مش وعدتونا ان احنا هنمشي وكل الكلام ده؟ ليه بقى ما فيش منه؟ كنت هو بيزن على كابتن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف طلع على صفحه النادي وقال وسام ابو علي مكمل مع النادي الاهلي. ودي خلت وسام اتضايق ووكيله اتضايق، ازاي انتوا مش وعدتونا ان احنا نمشي؟ ازاي دلوقتي بتغيروا كلامكم؟ هو الاهلي ما غيرش كلامه، هو الاهلي بيقول نفس الحاجه، بس هو عشان الاقاويل عماله تقول ان وسام ابو علي مشي وسام ابو علي راح. لا، وسام ابو علي لغايه دلوقتي لسه في النادي الاهلي. ومع ان كمان ريبيرو لما قعد مع كابتن محمد يوسف والكابتن محمود الخطيب بعد ما جم كاس العالم للانديه، قال له وسام ابو علي ده ما نقدرش نستغنى عنه، مهاجم ما ينفعش نستغنى عنه. فكابتن محمود الخطيب قال لكابتن محمد يوسف مش هنستغنى عن وسام ابو علي الا في الارقام الكبيره، الارقام اللي هو مش هنقدر نرفض الارقام الكبيره. فمفيش رقم كبير ما تجيش تكلمنا في الرحيل يا وسام. ده كل التفاصيل الكامله. طب وسام عامل ايه دلوقتي؟ وسام دلوقتي في اجازه، وعمال يخلي وكيله عمال يزن على النادي الاهلي ان هو ايه، يمشي، وعمال يوصل النادي الاهلي انا كده كده اصلا ماشي ومش عايز اكمل ومش عايز اعمل كل الكلام ده. فانا شايف من وجهه نظري لاعب هو مش عايز النادي الاهلي، او هو ان هو متضايق ان هو توعد من النادي الاهلي وان هو بيتنفذش وعده، ففور شور مشوه. يعني انا بالنسبه لي اي لاعب النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب، مشي على طول، مشي وخد اللي بعده، مشي وخد اللي بعده. بس وسام ابو علي ما بيبيعوش اقل من 8 مليون دولار. فعلا الاهلي بيتكلم صح، يعني معايا نجم كبير اقدر استفاد منه فلوس ماديه، ليه ابيعه ب 3 مليون دولار و5 مليون دولار؟ ده منعم اتباع ب 6 مليون دولار المدافع. بالك انت بقى مهاجم وجايب هاتريك وكل الناس بتتكلم عنك. فالاهلي لغايه دلوقتي هو ما قال لي وسام ابو علي اتى عرض كبير تمشي، ما جبتش عرض كبير ما تجيش تكلمني في المشاكل. هنتكلم في الصفقه اللي الاهلي والزمالك وبيراميدز بيتخانقوا عليها، وهو نجم فاركو ياسين مرعي، مدافع بيلعب بجيش شمال، بيعرف يلعب باليد كويس جدا، جاب 3 جوان في الموسم، لعب 70 مباراه في الدوري، 23 سنه، صغير جدا. كل دول من احسن مدافعين في الدوري المصري السنه دي. فكل الثلاث انديه كبار بيتخانقوا عليه. الاهلي كلم ياسين مرعي قال له احنا هنديك 7 مليون اول سنه ونقعد نزيد مليون كل سنه. قال له خلاص يا كابتن احنا ماشي، انا عايز العب في الاهلي مفيش مشكله.
قال له خلاص سيبنا هنتكلم مين؟ فاركو. راح كلم فاركو، فاركو عايز 60 مليون جنيه. الاهلي قال له لا انا اخري من 30، يعني عشانك كده 35 مليون جنيه، اكتر من كده مش هدفع. تمام، دي نقطه اولى. مع العلم ان ريبيرو معجب جدا بياسين مرعي. بيراميدز دخل كلم ياسين مرعي، قال له هو الاهلي كلمك؟ قال له اه كلمني. قال له طب انت عندك اعتراض تيجي بيراميدز؟ قال له ما عنديش اعتراض يا كابتن، بس انا اديت كلمه للنادي الاهلي. قال له طب النادي الاهلي لما خلص احنا هنخلص، واحنا هنديك في الموسم، فكر فيها كده، 25 مليون في السنه، هنمضي معاك مده 5 سنين، 25 مليون في السنه، وكل سنه هنزود 2.5 مليون تاني. العرض طبعا مغري جدا للواد، لسه صغير، و25 مليون وهيزيد كل سنه، العرض جامد جدا. الزمالك بقى دخل جون ادوارد اللي جه، جون ادوارد دخل كلم ياسين مرعي، قال له عندي مشكله تيجي الزمالك؟ قال له لا يا كابتن ما عنديش مشكله تيجي الزمالك، بس انا الاهلي بيفاضلني واديته كلمه. قال له احنا برضه هنديك رقم حلو ومش عارف ايه وبتاع، بس المشكله في الزمالك مش ان هو يعرف يجيب اللاعب، المشكله في ان هو مش عارف يدفع فلوس صفقه فاركو. يعني هو يقدر يدفع مرتب اللاعب، بس دلوقتي جون ادوارد ماشي بسيستم انا بمشي على قد امكانيات النادي، مفيش بقى اجيب امكانيات كبيره واجيب اعلى من امكانيات النادي، مفيش الكلام ده دلوقتي. فبنسبه 90% هو هيبقى بره الزمالك، مش هينفع يجي الزمالك، فهو عشان كده ياسين مرعي مش هيلعب نادي الزمالك. عندك بيراميدز، الاهلي، الزمالك. بيراميدز فرصته اقوى، الاهلي الثاني، الزمالك الثالث. ولو ياسين مرعي راح بيراميدز هيبقى بسبب تاخر النادي الاهلي، بسبب ان النادي الاهلي ماشي برتم بطيء في الصفقه. اللي هو بيجي يخلص صفقه بيجي طبعا يخلص صفقه، بس هو ماشي برتم بطيء قوي في الصفقه، مش عايز ياخد قرار بان هو يجيبه على طول. فدي اللي عامله مشكله حتى الان. دي كل التفاصيل بالنسبه لياسين مرعي، ورايح فين وجاي منين وكل حاجه. حاجه صغيره خالص، عبد الله السعيد حتى الان هو خارج نادي الزمالك، عنده عرض من النادي المصري وعنده عروض من ليبيا. الارقام اللي بيتكلموا فيها عروض ليبيا ارقام كبيره جدا. مصري قال له هديك من 35 ل 40 مليون في السنه، يعني مده موسمين. جون ادوار كلم عبد الله السعيد، قال له عبد الله السعيد احنا محتاجاه في الفرقه مده موسمين ب 25 مليون جنيه في السنه، 25 مليون جنيه في السنه. الزمالك مش هيدفع اكتر من كده، الزمالك هيبقى رواتب اللعيبه كلها 20 مليون. انت يا عم عشان راجل كبير هتبقى من نجوم، انت من نجم من نجوم الفرقه وكابتن الفرقه وايقونه في الزمالك، فهيبقى وراك كمان جمهور الزمالك وكل الكلام ده، وتعتزل بطريقه كويسه. 25 مليون في الموسم. عبد الله السعيد لغايه دلوقتي مش عاجبه العرض، فحتى الان نسبه تخطى 90% عبد الله السعيد هو خارج نادي الزمالك. دي كل التفاصيل وكل حاجه بالنسبه للعروض. اكتب تحت في الكومنت، هل شايف ان اسامه ابو علي يمشي ولا يقعد في النادي الاهلي؟ وياسين مرعي لو جه النادي الاهلي هل هيبقى صفقه جامده ولا هيبقى صفقه اي كلام؟ وعبد الله السعيد هل مع رحيله عن نادي الزمالك ولا شايف ان الزمالك لازم يتمسك بيه وان هو يكمل معاه السنه الجديده؟ اكتب تحت في الكومنت. سلام.